أول فيلم عربي ناطق ده كان فيلم أولاد الذوات. ده كان إنتاج 1932، وكان يوسف وهبي وأمينة رزق. لأن احنا عارفين إن كان أول فيلم عربي غير ناطق طبعا كان فيلم اسمه ليلى. كان برضو أول ممثل مصري كان محمد كريم قبل ما يبقى مخرج. احنا تاريخ السينما ده عندنا من زمان قوي، يعني من 1918. هتستغربوا طبعا لما تشوفوا افيش فيلم نازل عليه صورة الملك فؤاد. ايوه، ونزل السينما. كان الافيش ده صورة الملك فؤاد على موسم الحج اللي كانت عاملاه السيدة نور صادق وهبي، عاملة فيلم تسجيلي عن الحج إلى مكة المكرمة. كان أول فيلم تسجيلي يصدر في مصر. عندي أفيش فيلم الخالة الأمريكانية، يعني ده ما دخلش في تاريخ السينما المصرية، لأن الأفيش ده سنة 1920 سقط من تاريخ السينما المصرية. الخالة الأمريكانية لعلي كسار طبعا كان سينماتوغراف راديو، وكانت طبعا فيلم صامت. فهو حتى هنا بيكتبه من 10 مايو 1920 لمدة أسبوع واحد لا غير. طبعا بقى خلاص طلعت باشا حرب قرر انه يعمل استوديو مصر، فراح استورد معدات التصوير وعمل استوديو ضخم جدا في الهرم، وجاب بقى معدات بقى الكرين وأجهزة التحميض وكاميرات. وبدأت مصر من أكبر دول العالم في إنتاج الأفلام المصرية. عارفين الصورة دي سنة كام؟ سنة 26. في دول كتير قوي ما كانتش لسه ظهرت سنة 26. ده طبعا الفنان العظيم نجيب الريحاني، سيدة مصر الأولى والشرق، الآنسة أم كلثوم. طبعا هنا كانت لسه آنسة، هنا كانت بقى بتحيي السهرات الفنية بأغانيها الحديثة على مسرح سينما فؤاد. عارفين سينما فؤاد دي فين؟ سينما فؤاد اللي هي في شارع بولاق، اللي هي جنب شركة الكهرباء. كنت بدخلها ب9 مليم ويديني تفاية وتقعد تتفرج على 3 أفلام. لا يمكن إن احنا ننسى أبو المسرح. مين أبو المسرح؟ جورج أبيض. فبنشوف بقى هنا جورج أبيض سنة 26 وهو بيعرض مسرحية الملك لير على مسرح دار الأوبرا. لو جينا بصينا مين الأفراد، أول واحد على الشمال يحيى شاهين، وبعدين بنشوف منسى فهمي لما نطلع فوق، وبعدين نشوف عباس فارس، وبعدين حسين رياض وحسن فايق. يعني بتكلم بقول احنا تاريخ فني رهيب.